السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة إلهام شانيل. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وصحة جيدة. اللي كيشوفوا الناس أول مرة قناة إلهام شانيل ما تبخلوش عليا بزر الاشتراك وتفعيل الجرس، ولما لا البارطاج مع العائلات ديالكم. فالفيديو ديالنا ديال اليوم كيف ما كتشوفوا واحد الكاطو اللي كيجي بارد زوين بنين غزال، شي حاجة اللي سهلة اللي تقدروا تعتمدوا عليها في جميع المناسبات ديالكم، اولا تشربوا بها الكاس ديال الشاي ديالكم اولا القهوة ديالكم، شي حاجة سهله مهله. فاول غادي ندوزو للمقادير اللي عندنا. مول اللي كنوضعوا فيه جوج البيضات كبار، الا كانوا كبار يعني كتعتمدوا على جوج البيضات فقط، كانوا صغار كتعتمدوا على 3 ديال البيضات اللي كيكونوا بطبيعه الحال بدرجه حراره المطبخ. فكنوصي عليها كنأكد عليها يكونوا بدرجه حراره المطبخ البنات. فعندنا هنايا غنستعملوا واحد الشاسيه ديال الفاني اولا النكهه ديال الفاني، تقدروا تعتمدوا على الفاني السائل. عندي هنايا ايضا كأس ديال سكر سنيدة اولا سكر حبيبات، اي ما يعادل 7 ملاعق كبار مملوءه جيدا. فهنايا البنات غادي نخلط العناصر مع بعضياتها حتى كنحس بداك السكر داب ولا لي الخليط ابيض في اللون. فمن بعد كنوضع نصف كأس ديال زيت المائدة، يعني كيف ما كتشوفوا فالنصف ما عمرش، يعني الكاس داك النصف وما كاملش، ناقص واحد شويه. فهنايا الزيت يعني كما كنقولوا شي حاجه اقتصاديه، وكيك اللي كيجي طالع وساهل البنات في المقادير ديالو. كنضيفوا ملعقه مملوءه من الخل الابيض، ثم كنزيدو نخلطو مع بعضي الخليط ديالنا مزيان. من بعد مباشره البنات كنجيب الكاكاو وجوج المعالق كبار اللي كندوزهم هكا، يعني كنصفيهم باش هكا يعني ما يعطينيش داك التكتلات في الخليط ديالي اولا داك الحبيبات، وانما الخليط كيجي كما كنقولوا متجانس. فغادي نغربل ضروري كندوزو هكا في هاد الصفايه جوج معلقات كبار. ونفس الشيء بالنسبه للدقيق فضروري كيكون خصو يكون مغربل. فهنايا البنات ضعت الكاكاو وضعت الدقيق ديالي. فبالنسبه للدقيق على حسب الخليط اللي عندكم، فعلى حسب الحجم ديال البيض فكتختلف يعني الكميه ديال الدقيق، فما نقدرش نعطيكم بالعبار. فكنخلط العناصر مع بعضياتها مزيان حتى كنحصلوا على خليط الكيك. فانا هنايا غادي نزيد الدقيق كيف ما كنشوفوا، كنزيد بالتدريج بالمعلقه ديالي، وباش ما هكا ما يقصحش ليا الخليط بزاف، وانما كنبغي هذا الكيك يجي شويه هشيش ويجي شويه فتي، يعني الخليط ما تجريوهش وما تقصحوش بزاف. فهنايا البنات كيف ما كتشوفوا غادي نوضعوا واحد جوج ديال الخميره ديال الحلويات من الوزن 7 غرام كيف ما كتشوفوا. هنايا غادي نوضعوا منها جوج شاصيات. فهاد الاثناء البنات الفرن ديالي فهو كيسخن على درجه اللي هي مهيله، وكنخلط اوميمطو في نفس الوقت الخليط ديالي باش هكا يعني الكيك يطلع معنا ناجح 100%. فهنايا البنات غادي نستمروا في الخلط جيدا. هذا هو القوام اللي كيخصكم تحصلوا عليه، يعني ماشي ثقيل وماشي خفيف. هنايا خديت المول، انا عندي غير داك الاطار الدائري اللي لبستو بالبابي الومنيوم من الجهه السفلى، ودرت له واحد الورق ديال الطبخ. فكنصب فيه يعني اطار دائري، تقدروا تعتمدوا على اي اطار عندكم سواء مربع او لا دائري على حسب المتوفر عندكم في البيت بطبيعه الحال. فكنصب الخليط ديالي وكنطلع يدي للسما مزيان باش هكا يجيني الخليط يعني مهوي ديال الكيك ديالنا. من بعد البنات ما غادي يطيب الخليط ديالي اولا الكيك ديالي عفوا. هنايا درجه الحراره غادي ناكد عليها تكون مهيله ديال الفران. فالطريقه ديال الكيك طرقت ليها ما مره ما جوج. فبالنسبه للفرن انا اللي عندي غادي نطيبو على الجهه السفلى، عاد غادي نشعل عليه العافيه من الفوق. فهنايا البنات غادي من بعد ما طاب الكيك كيف ما كتشوفوا كتدخلوا السكين ديالكم باش كتعرفوه طاب ولا لا، ما تخليوهش يدوزو في الطياب. ملي كيخرج ناشف هكا يعني كتعرفوا بان الكيك ديالكم طايب ولا مزيان. فكما كتشوفوا الكيك ديالنا هو وجد. فغادي ندوزو الان باش غادي نوجدوا الكريمه اللي غادي تصاحب هذا الكيك هذا، اولا باقي المكونات اللي غادي نكملوا باش نصايبوا هاد لاطاغط هادي. بالنسبه للكريمه البنات هنا خديت نصف لتر ديال الحليب زائد واحد الكأس اللي يكون مملوء جيدا. فكنضيف له هنايا جوج المعالق كبار من المايزينا اولا النشا، وكنضيف ايضا جوج الملاعق كبار من السكر سنيدة ديال الحبيبات. اللي تقدروا بالنسبه للحلاوه فكيبقى لكم الاختيار. انا هنايا استعملت 2 معالق، نتوما تقدروا تنقصوا اولا تزيدوا، لكن هذا القياس اللي عطيتكم فهو مضبوط. يعني الكيك ما كيجيش حلو بزاف وما كيجيش كما كنقولوا ناقص من السكر. فغادي نضيف لهم ايضا
واحد جوج شاصيات ديال الفلو ديال الكراميل، فلو كراميل البنات. فكنتمنى انكم تجربوا هاد الكريمه البنات مع هاد الكيك، فكتجي رائعه وغزاله البنات. فكنضيف لهم هاد جوج فلو، من بعد مباشره غنخلط العناصر بارد في بارد، وغادي نوضعهم على نار اللي هي مهيله شويه متوسطه كما كنقولوا في الاول، ومن بعد غادي نقصوا البوطه ديالنا. فكنبدا كنستمر بالتحريك هكا حتى كيتقى ليا اولا كيعقد شويه داك الخليط، يعني ما كيكون القوام ديالو ماشي ثقيل وماشي خفيف، يعني يجي قوام كما كنقولوا يعني شويه يعني يشد راسو صافي. من بعد البنات من كيبدا كيتقال الخليط ديالكم كتستمروا بالتحريك مزيان، فكل ما كتحركوا هاد الكريمه كل ما كتجي معكم ناجحه، وما تغفلوش يدكم عليها مباشره لانها تقدر تلصق لكم المايزينا في القاع الكاسرونه وما تنجحش معكم. فكنستمروا بالتخليط بهذه الطريقه هذه، هذا هو القوام اللي كيخصكم تحصلوا عليه. من بعد البنات مباشره فالكيك ديالي انا حولته لهاد الطبيسل فاش غادي نقدمه مباشره. ضعت هذا الاطار كيف ما كتشوفوا، الكيك ما سقيته ما حتى شي حاجه، خليته كيف ما هو. وضعت كنهز الكريمه ديالي كيف ما كتشوفوا، يعني كنرفع يدي شويه للسما وكنصبها وكنقاد بهاد لاسباتور. غادي نخليها الطبقه حتى تاخذ درجه حراره المطبخ وتماسك مع بعضياتها وتشد في راسها، وغادي ندوزو باش نزينو اولا نديرو الطبقه الثالثه. فغادي كما كتشوفوا هنايا البنات، هذا هو من بعد ما شد راسو. انا كنحاول نشارك معكم كل شيء، ما بغيتش نقطع من الفيديو حتى شي مرحله. فبالنسبه انا هنايا غادي نزينها بواحد الكاناج ديال دو شوكولا. الكاناج دو شوكولا غادي نستعمل هنايا 8 ديال القطع اولا 10 القطع ديال الشوكولاته ديال كالا اولا الشوكولا السوداء كالا. كنضيف لهم واحد بضع قطرات من الحليب فقط، ماشي بزاف البنات، غير شويه ديال الحليب. كندوبهم بطبيعه الحال، هذا هو الشكل اللي غتحصلوا عليه. من بعد البنات مباشره فالكاناش تقدروا تستعملوا اي كاناش بغيتو، لكن انا عندي هذا هو الكاناش ديال الشوكولات اللي كنبغي في لي كيك ديالي كاملين، فالصراحه كيجي واعر. فكنضيف لهم واحد شوكولات ديال دانيت كيف ما كتشوفوا اولا واحد ياغورت دانيت كيف ما كتشوفوا. كنوضع واحد جوج منه. كنخلط القوام ديالي مزيان حتى كيولي متجانس. شوفوا الكاناش كيفاش كيجي لامع وناجح 100%. فالصراحه هذا الكاناش هذا البنات الا جربتوه ما غاديش تندموا عليه، وهذا هو الكاناش المعتمد كيف ما قلت لكم عندي، لانه كيجي مرايه البنات. فكما كنت تشوفوا كنخلط العناصر مع بعضياتها مزيان. وفي هذه الاثناء هذه فالكيك ديالي بطبيعه الحال كيكون تماسك شاد ديك الطبقه الثانيه في راسها مزيان. من بعد كنبدا كنصب، بغيتو الخليط خفيف اكثر من هكا فكتزيدوا له شي شويه د الحليب، لكن انا بغيتو بهذا الشكل هذا. فكنبدا كنسرح هذيك الطبقه من الفوق بهذه الطريقه بالاستعانه بطبيعه بالمعلقه ولا بلاسباتور ولا بداك الشيء اللي بغيتو نتوما. في حاله الا بغيتو تنزلوا شويه من هذا الكانوج على الجوانب ديال هذا الكيك هذا، فكتحلوا فقط شويه من هذا الاطار هذا، كتحلوه واحد شي شويه وكيهبط لكم داك الشكلاط. لكن انا بغيتو يجي الطبقات تجي مفروقه مع بعضياتها. فغادي نخليها هكا، وغادي نخلي الكيك ديالي من بعد يبرد، وغادي نزينو فقط تزيين بسيط البنات. فانا ما درتلوش شي تزيين اللي هو كما كنقولوا كلاس ولا شي حاجه، فقط تزيين بسيط اللي اعتمدت له التزيين ديال خطوط ديال الشوكولا البيضاء. وانتم كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تعتمدوا على الشوكولاته البيضاء او لا على حسب اللي متوفر عندكم. من بعد البنات غادي نخليه حتى كيبرد مزيان وغادي نقدموه ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديالو البنات. هكا البنات كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا اللي وجدت معكم. فهاد شي حاجه اللي كتجي بنينه، وكنتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي التعاليق ديالكم. وكتجي ايضا طبقات اللي هي واضحه مع بعضياتها كيف ما كتشوفوا، يعني طبقات باينه وكيجي هشيش وخطير في المذاق. هكا البنات كنخلي لكم وصلنا للنهايه عفوا ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، وموعدنا ان شاء الله فيديو اخر اقتراح جديد. الى اللقاء.